اوكي غسلنا الخضار. رح بلش. وين بدي ابلش؟ رح بلش. شوفوا انا من هاد بدي الباذنجان، كان عندي بس ثلاث باذنجانات بالبيت واكيد ما راح يكفوا. شوفوا انا بالضبط مثل هاد بدي، بس ما في. هلا بحاول خلي سمندي شوف السوبر ماركت شوي يعني هيك بعيد، بس يعني انا ما لحقت اروح عليه صراحه. كان بدي ارجع البيت على السريع لحتى شو حتى ابلش يعني حفر وبالحشو وما بعرف شو، لانه كل هذا بيطول وبياخذ وقت. بس الحلو شو انه بما انه ما في ورق عنب، في سلق، راح تستوي بسرعه. كل شيء الخضار هي سريع، بس بيطول عاده شو ورق العنب. فانا ما راح احط ورق عنب لانه دول ما بنحط لها ورق عنب، دول ما اصليه. يس. شوفوا انا بشو عم بحفر. I don't have هذيك الحفاره. جيب لي باذنجان. ما جبتي ليش؟ ما في. دورت هذا اللي بنروح عليه شوي بعيد، لما نروح عليه برمضان. ايش هذا حجمه يكون؟ هيك هاي للمحشي. هذا مشكلة، هي ما مشكلة كبيرة عويصة. لا بجد، لأن هدول بتحسيهم مفقودين فعلا. هاي النوعية. في يا اما العملاق جبت هاد اخر حلقة هذول قنابل بيبي. ما هي بنقسمهم نصين. قنابل مضيئة. اي نو، بس وفي اللي كتير نحيف وطويل، هذوليك وواحد صغير للمقدوس مسامير. ايه، ما عدا هذا الشيب اللي بدي اياه. كل الاحجام وكل الاشكال موجودة ما عدا هاد المحشي يعني. يا الله بيبي بليز، لانه لازم تلاقينا. بتعرف ليش؟ انا اكتر شيء بحبه بالهي هو الباذنجان. هدول بتعرف ما جبتهم؟ ضل عنا اخر مرة انت ما استخدمت كل شيء لأكلتك. شكلي خربت وحدة، صاروا اثنين. كان في 3 قطع ظلوا 2. انا قافله باب المطبخ لحتى ما حدا يدخل علي. بس باذنجان بجيب لك. بس تعال شو كمان لقيت؟ لوك شوف شو هيك؟ بالليمون. ان شاء الله يا رب تلاقي. والله ما لازم. من دون ملح الليمون الاكله بتفشل. اوكي بيبي، في هاي الحفاره بالسوبر ماركت اللي انت رايح عليه. هاي حفاره اللي بتحفر. في حفارات بس اكلها معينة. لك اللي بيحفروا هي الاكل شو اسمه للمحشي. شو شيء معين؟ لا عادية، ما عندي وحدة. انا بتعرف بشو عم بحفر؟ ما عندك حفارة. ايه ما عندي. اوكي ما بدي احفرها اكثر لحتى ما تخرب. اني خايفة. او ماي جاد لوك، هي اوريدي هيك شكلها منزوعة اوريدي. جايز نسيت البس مريولتي. صار البس مريولات وحركات، بس حتى هيك حسيت انه كل ما البس مريولة ما بوسخ نفسي يعني ولبسي وهيك، بالاخير ما بطلع مبهدل بعد الطبخ. رح نلبس نكمل حفر الكوسة. شيل اول شي هاد، على فكرة هاد بيشكشك فيه شوك. نشيل هالبارت. بعدين الكوسة احلى شي بالمحشي هيك بسرعة. شوفوا سموذ بسرعة يطلع المحتوى الجوا يعني. ما بدها اصلا تعب ولا اي شي، واسرع شي. ازعج شي شو هو رأيي؟ الباذنجان، وكمان رح احفر بطاطا.
البطاطا بدها مو بس مشوار، بدها قوة ومشوار وكل شيء، وممكن تنكسر معي، ففيها كتير ريسكس البطاطا. اوكي عم حاول احفر هيك بسرعة قدر الامكان لحتى اجهز الحشو. طبعا الدولمة ما بينحط لها رز مصري او رز قصير الحبة، بنحط لها الرز العادي بسمتي الطويل. بس انا شو رح اسوي؟ مخي ما عم يقدر يعمل كنترول، لازم احط رز قصير الحبة المصري، رح امكسه مع الطويل، فنحط النوعين القصير والطويل حطهم مع بعض يعني. صح، خليني انقع الرز، نسيت بين ما اخلص حفر. اوكي خلصت، رايحة انقع الرز. عم بحفر اصعب شي بالدولمة اللي هي البطاطا، انا بحبها بالدولمة البطاطا فلازم احطها، بس كتير متعب حفرها. شوفوا يعني ما بعرف. وفيها شي كمان تاني سلبي البطاطا، انه هي بتسحب الطعم من الصوص، يعني تسحب الملح كل شي. بس راح احطها anyway يعني صراحة حابة احط بطاطا. كتير متعبات، وهلا اي شي ممكن يمشي غلط. اهم شي ما اكسرها او اثقبها من مكان. اوكي اول وحدة سليمة، بس هي كبيرة بزيادة. هلا رح احاول انه اخليها تكون حجم طبيعي، هيك احسن. اوكي بس ضل عندي البطاطا، بعدين خلص رح ابلش بالخلطة. اوكي الخلطة هي خلطة عادية. يا الله كتير متعبة البطاطا. خلطة عادية مع اختلافات بسيطة كتير. يعني رح نحط ملح الليمون بدل الليمون الفريش. حاسة حالي عم بعمل عملية مخ. بس حاملها لاني حاسة كمان انه ميرا رح تحبها. اوكي جايز، سو هلا رح نعمل حشو الدولمة. اوكي عملت كل الخضار، شوفوا هون حفرتهم، وسويت بصلة سلقتها لحتى هيك طلع منها هدول، شايفين هيك واحدة واحدة، ونحشيهم كمان. شو كمان؟ حبيت الطماطم. فينيكس. اوكي للحشو شو راح احتاج؟ رز منقوع مثل ما قلت لكم، انا خلطت الحبة الكبيرة والحبة القصيرة او الرز المصري. عندي هون بقدونس مفروم. عندي هون انا دائما بحب شو اعمل، احط حفر الكوسة والباذنجان، احطهم بالخلاط وكمان احطهم مع الخلطة. اوكي بيعطيها طعم طيب. هون عندي لحم غنم مفروم، وفيه ليا نسبة 20% اللي I think 20%. شوفوا لونه بينك لانه هيك فيه كتير ليا بدل ما يكون احمر مثلا، لانه ليش الدولمة لازم تكون مدهنة. اوكي عندي دبس رمان، عندي 7 بهارات، عندي قرفة، عندي فلفل، ملح، ملح الليمون، شوي زيت زيتون، ما راح احط كتير لانه هي اوريدي فيها ليا يعني من الزيوت والدهون، وليمونه. بسم الله. شو كمان عندي كمان؟ شوفوا بحب انا دائما بحط اعظام تحت، اول شيء شمات الدولمه، وثاني شيء لحتى شو يعطيها طعم كتير طيب. هي I think ribs، ما بعرف بس يمكن ضلوع هاي. المهم في عندي كمان طماطم، 3 طماطميات سلقتهم
حتى اقشرهم، اشيل القشر لانه ما بحب القشر بالطماطم. نحط كل الاشياء فوق بعض. اول شي رح بلش، نسيت اقول انه معجون طماطم اهم شي طبعا. كتر شوي، حط ملعقتين ونص كبار لحم. شو صاير؟ What's happening with me today؟ ما بعرف. اوكي، كترت لحم. شو كمان هلا رح نحط البهارات والدبس الرمان وهيك اشياء. ما رح اكتر دبس رمان لانه ما بنحط لها هي دبس رمان. بقدونس الطماطم. ماي جاد الكمية صارت كبيرة. I think سيامند لقى باذنجان شي منيح الحمد لله. 7 بهارات. هلا رح نحط البهارات. اوكي، نحط 7 بهارات. نحط فلفل اسود كمية محترمة. نحط ملح. نحط قرفة. رح اجيب ملعقة صغيرة. صغيرة هي صغيرة. ما رح كتر لأنه. وآخر شي حامض الليمون. صراحة هي ما بعرف قد رح احطها لأن هي أول مرة بستخدم ملح الليمون، بس ما رح كتر. رح احط كمان ليمون هيك لحتى نعطي طعم الليمون كمان. ليمونة واحدة. المعروف عن دولمة انه هي لازم تكون حامضة. اوكي، ما رح اخليها كتير تكون حامضة. انا بحب تكون حامضة بس يمن بظن انه ما بتحب انه لما تكون كتير حامضة اوفر. حنكون هيك بالنص. اوكي، لا نخلط. يا الله شو هالكمية، ما توقعت، صدمة. في حدا كتب لي انه لازم احط شبنت. والله ما بقى بحس. لا انا ما بحب طعمه. سوي لي ما بيحب طعمه. طيب شو بيسوي؟ لازم يحطها غصب؟ لا خلص كانسل. بحس انه لا. اوكي، رح نحط شوية زيت زيتون هيك اكسترا مع انه اللحمة فيها ليا، خليها تصير مدهنة اكتر لانه الدولمة دايما بتكون مدهنة. اوكي، هلا حابة ادوق الحشو بس اي كانت لانه صايمة. فانا هلا كيف بدي اعرف الحموضة والملوحة؟ خلص نمشي على التوكل. اوكي، الخلطة صارت جاهزة عندي. الحشو هلا رح نروح نحشي. بس يمن لقى باذنجان راح يكون عندي خضار اكثر احشيها. اذا ضل شيء من هذا الحشو انا متاكده رح يضل لانه كميه عملاقه. رح احطه بالفريزر مره ثانيه استخدمه. عرفتوا؟ على اكله ثانيه يعني متعادي اي شيء. جايز كلكم بتعلقوا لي انه ما بتفعليني يا شهد، هاي مو دولمه. جايز خاصة الكولي والله، يعني انه هاي اول مرة اسويها. اوكي، ما عندي كل المواد الاصلية اللي لازم تنحط للدولمة، فخلص انا بشتغل باللي عندي يعني، وبحاول قدر الامكان انه اخليها تصير دولمة. فخلص بليز سلكولي.
يعني خلص اتس دولمة، والله اتس دولمة، يعني هاي دولمة. وعلى فكرة في كتير ناس كاتبت لي مثلا اعملي هيك، لا تسوي هيك، اعملي هيك، اعملي هيك. يعني كل واحد حسب المنطقة اللي هو عايش فيها يسوي الدولمة شكل. اوكي، فانا دخلت لمين اسمع حرفيا. اوكي، اول شيء هنحط العظم اللي جبته البارحة بقاع الطنجرة. الشيء بيعطيها اول شيء انه اهم شيء انا بجيبها مشان ما تلزق بقاع الطنجرة، وتاني شيء بيعطيها طعم رهيب جدا. بصفهم like this واحد. الكمية على القد perfect، والله perfect. خليني أخليكم خلطة العظام، الخضار كمان في صغير. اوكي، لا انه صغير يعني حتى اصغر من هاي، اصغر من هاي. فما بعرف، قلت له خلص جيب يلا، يعني شو بدي اسوي يعني والله. اوكي، عندي هون رح ابلش بالسلق. شوفوا السلق اللي عندي ذايب. اي نو اليوم بدكم تسلقولي لاني ما لقيت، لفيت كل السوبر ماركتات اللي موجوده بيو اي ما لقيت. اوكي، لقيت الحجم الصغير اول شيء. شوفوا رحت على محلين، المحل الاول كان فيه حجم كبير، هذا الحجم نايس منيح للدومة، او المفروض يكون شوي اكبر. ورحت سوبر ماركت عندهم الحجم الصغير، او شوفوا هذا النوع ثاني اصلا، ناس بالسيم. شوفوا حتى اللون بيختلف. فالدومة اكيد لازم السلق يكون اكبر، بس ما لقيت. حتى شوفوا دايب، بس قلت خلص اجيبه يعني ما في اوبشن ثاني. بس راح اشتغل باللي عندي. نشيل العيدان. في ناس بتحط العيدان تحت، احطهم؟ بس خليني احطهم. اوكي، وبعدين اوكي هي الجهة اي ثينك نحط الحشو هيك بس. والدول ما عادة ما بتكون صغار وهيك، لا انه يكونوا شوي كبار. ويت، جبنا العيد، جبنا العيد. لا نو جايز ما لف معي. اوكي، كل شيء مضابط بالوصفة. انا حاليا معصبة السلق، عم تشوفوا يتشقق عندي من هون، ما عم يلف. I don't know what to do صراحة. شيل العيدان. حطهم هون على الطنجرة. يا ما عجبني الوضع، لا نو غلط، كل شي غلط. السلق خرب كل شي. لو عاملة ورق عنب كان أحسن والله. شوفوا الحلو انه الدولمة مو لازم تكون مصفوفة، يعني عادي اذا طلع رز شوي. ما عم بعطيكم مقدمات على فكرة، هي لازم هيك تكون، يعني هيك تكون لينة. عادي اذا طلع شوي رز يعني هيك تكون لينة، ما تكون مثل المحشي السوري اللي هو هيك حرفيا كل وحدة لوحدها وهيك قوية متماسكة. الدولمة غير. شوفوا هاي رح تضل هيك مفتوحة طبعا. I know رح تطلع من هاي، بس ما عم تتسكر. What can I do؟
شو هالغباء. المفروض احط السلق بمي مغلي وبعدين احطه بمي بارد لحتى ما يتشقق معي. غباء من الاخير. اوكي رايحه اسوي ان شاء الله. راح احطه اول شيء حتى يكون هيك يتشكل معي بسهوله، ينلف بسهوله. راح احطه بمي تغلي وبعدين مي بارد. Let's do this. شكلي سلقت السلق بزياده. اوكي صار تو ماتش. خلص اليوم بدكم انا مو خبيره بالاكل. اوكي يعني بالمحشي اوكي، يعني بسوي الخلطه اوكي، الفيجيتابلز الثانيين، بس هي عصبتني عن جد. بس خلينا نشتغل باللي موجود. والتركيز ما راح يكون هون. اوكي حيكون بالفيجيتابلز الثانيين، في بصل، في بطاطا، في كوسه، في باذنجان. ف هون حيكون التركيز. نعمل اللي عنا هون بس لحتى انه يكون في سر بالموضوع. اللف صار اسهل بكتير. اوكي هلا انلفت منيح. بيرفكت. عندي هذا صغير، هذا الموجود على فكرة. ما تقولوا لي شو جايبه، مو هيك تنعمل. اي نو انه مو هيك تنعمل، بس هذا اللي موجود. حاولت الاقي واروح واجي وسوبر ماركتات ما في. ما بعرف ليش، يعني حسيت حالي عم بدور على ذهب او الماس. وهي يعني انتوا شايفين انا بشو عم بشتغل يعني. so bad. اوكي هي كيوت، هي لميرة. حاسة انه عم بعمل عملية قلب من التركيز، وخايفة لهذه ينشق ولا يصير في شيء. على فكرة لانه انا ما لقيت النوع الصح، نوع السلق الصح، مشان هيك رأيي يعني. بس هلا هاد في شيء حلو انه هو بيستوي بسرعة، مو مثل الورق العنب. ورق العنب على الاقل بده ساعتين. لا ساعتين، ساعتين ونص الى 3 ساعات على الاقل حتى انه يكون مستوي شوي. هاد لا، شوفوا بس حطيته على هي ذاب اصلا مثل السبانغ شوي. هي كبيرة، بحاول اكثر كيوت. هاي صغيرة. شوفوا عندي كل الأحجام، في كبير، في صغير، في متوسط، متوفر كل الأحجام عندي. في حدا كتب إنه الدولمة ما بتصير إلا إذا حطيتي لها بصل. هل قصدكم إنه هذا البصل؟ because I have رح أعمل من هذا، بس بالحشو لا ما رح أحط صراحة. هاي كبيرة. شوف لما بتيجي وحدة كبيرة بفرح من كل قلبي، بفرح. نحط كمان بالصلصة شوية حامض الليمون أو ملح الليمون حتى تصير هيك حامضة بزيادة. إنه أنا حطيت أصلا بالخلطة، بس رح أحط سلق وبعدين رح نروح على الأشياء اللي بعدها. رح أحط البصل I think اللي بعده. حاول ما أكتر لأنه هو أصلا ما رح أكل أنا، بس يمان ياكل. ف يس اللي بعده رح يكون البصل.
عملاقة هاي صارت. وهيك بكون خلصت. خليني افرجيكم شكل الطنجرة. ما فيها لا بس شوي. شوفوا هاي هي الكمية اللي قدرت اسويها. اكتر من هيك ما عندي. نروح على البصل. ما بحب البصل. I don't like it. اوكي لحظة خليني ما اكتر بس شوي. I think انه هو هيك بينلف. طب كيف بدي اسكر من الجوانب؟ جبنا العيد بهالطبخة. هذا طلع معي. نجيب واحد ثاني. ها مامي ها. Mama, Yeah. ticket. Ma, ticket. Ticket, Mama. اوكي هات شكل البصلة. Mama, ويت مامي ويت يا عمي. ده ما شوف تيك. توصل بمرحلة باللعبة إنه لازم. لا تيك. I cat إساني إسان cat إساني إساني. Ma, I want to. What do you want? Rice يلا eat. Ma, I want to put. Give me this one. حطه على cooking. Sneak, 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 sneak. Okay but you have to wait mama. You have to wait 3 minutes. 3 minutes yes. لازم يستوي الرز. Meow. Have to cook. Meow. 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 Okay, Salmon. هاي البصلة اللي بعدها. Meow. 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 ما بعرف ليه صار الصلب من جوا من فوق كان. Take it. ويت مامي. Take. ويت لانه انا حاليا بمرحله حرجه جدا. اوكي انا عم بعمل عمليه مخ اعصاب. لا لازم اسلقه مره ثانيه سلقه ثانيه بده لانه هذا من جوا بس من برا صار اوكي لين بس من جوا ضل قاسي. بس لازم نعمل له سلقه ثانيه. حط البطاطا والبصل نفس المستوى. البطاطا بتطول. بطاطا بطاطا يس. Now. 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 حاول هيك ادخلها هيك. نحشي هاي البطاطا الثانية. Meow. 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 اوكي Meow. شو انا مالي غير هاي so big. Oh, it's strong. This one strong. This one الصينية بالمطبخ. صينية السكينة بالمطبخ. Oh, no. This one is Hey. strong. استخدم هلا بيرفكتو. وهلا اخر بطاطاية. شوفوا انا ما بحب بس اعمل هيك واغطيها. لا لازم Yes. احطها بالنص يعني خليها نعمل سايزها منيح للبطاطا عشان يفت.
Meow. هلا الكوسة شيء الكوسة. جبت سكينة من المطبخ. شيء الكوسة. خليني احطها هون لأن البصل لسه ما خلصت. Eat dum. He's a strong. ينسلق وبعدين البصل والبطاطا مع بعض، واخر شيء الكوسة والباذنجان، لانه هدول اسرع شيء بيستووا. صراحة انا مو كتير بحب الكوسة بالمحشي. سيمند شوي بيحبها ممكن ياكلها، بس انا هيك بحطها يعني باكلها بس ما بفضلها. بحب الباذنجان اكتر شيء بحبه بالمحشي هو الباذنجان او الورق عنب والبطاطا مرات. انا مو دائما بحط بطاطا بس اليوم حطيت لانه هنعمل دولمة. قربنا نخلص. عم بستنى سيمان. تخيلوا سيمان لحد الان ما اجا. استنى يجيب لي الباذنجان. ما بحشيها انا الاخير، تقريبا 3/4 وبسكرها لانه بعدين الرز بينفش. نسيت. قربنا نخلص. لازم احطها على النار لحتى تستوي على وقت الافطار، ما تتاخر. جايز حطيت الدولمة على النار. عملت لها الصلصة. طبعا ما صورت الصلصة مثل اي صلصة عادية للمحشي. عبارة عن معجون، دبس رمان، شوي 7 بهارات، شوية فلفل. حطيت انا مكعب ماجي. شو كمان؟ وحطيت ملح الليمون ومي وبس. خلطهم هيك مع بعض وشوي زيت زيتون. حاليا الدولمة هون. حطيت هذا الصحن لحتى يضغط شوي. هاد صحن ميرا. شوف فيه وحدة باذنجانة وحدة. وهون بس حبيت افرجيكم شو جبت للسفرة الرمضانية. جبت هدول بنحط فيهم عصير او مي ومعهم هاد. هلا بس شوفوا رح تفهموا. سيمان هون عم يغسل لنا اياها، عم يظبطه. هاد نحطهم. وفي واحد تاني جنبه بيكون. عم فكر احط واحد للمي واحد للعصير، لانه واحد هيك بيجي عباله يشرب مي وعصير كمان نفس الوقت. وتحت شوفوا في طابقين، الطابق الاول لهدول الاثنين، والطابق اللي تحت في معه كاسات بيجوا هيك صغار. فالسو نايس، بيطلع كتير حلو على السفرة. بيبي شامم ريحة الدولمة ولا لا؟ عن جد لا والله مو مجاملة. ريحة هاي اللحمة والفات اللي حطيناهم بالدولمة. سيمان قاعد عم يحاول. قد روينا في الحديث زبط لنا هاي. شو هاد بيبي من فوق يعني؟ العصير هيك بتطلع من فوق نافورة. نحط الكاسة هيك يعني. شدها عادي. حترخيها؟ لا هيك كتير راخي، حيطلع العصير. ما بيطلع؟ اوكي عم يركب هي شو اسمها حنفية. حنفية العصير. خليني افرجيكم الكاسات اللي بتجي معه. اوكي هاد واحد منهم. شوفوا حتى ستايله كتير حلو هيك رمضاني، فيه ديزاين يعني. مشاكل بين الناس. غسلته هاد. وفي هون عندي غسلتهم، عم بنشف المي منهم اول بعدين بحطهم تحت. شوفوا كاساته كتير كيوت. من ترنديول
حابة بس هيك اشوف شو الاشياء اللي وصلتني، لانه اي ثينك هدول اشياء للبيت يعني مو لبس. اول شيء انا وصيت من شكلهم هدول مبينين، وصيت هي السجادات اللي بتنحط عند الباب، عرفتوهم؟ خليني اشوف شكلهم صراحة مثل الموقع بالضبط. جبت هدول نفس الحجم ولا مختلفين؟ واحد كبير وواحد صغير. حلوين هدول منو؟ ها؟ لا معقول؟ بس في وحدة صغيرة يعني هي ممكن احطها عند الطباخ. مثلا هي اول شيء. يعني هي بعملها اخر خطوات عشان نحط ثلج. ما تنحط ما استني، هدول نحطها على الطاولة، عرفتها؟ تبع هيك رمضاني، انا وصيت للستايل رمضاني. وصيت انا هي بنحط على الطاولة هيك طويلة. وصيت الصحون ماتشنج معها، بس الصحون لسه ما وصلوا مع الاسف. شوفوا هي اليوم حنحطها على الطاولة عشان نوسخها. انا حبلش عصير كثير. شوفوا كثير حلوة صراحة. انا حبلش عصير كثير. ما بعرف، بحسها صغيرة على طاولتنا. المفروض هي تكون هيك تغطي الطاولة وتنزل شوي، بس لا ما حتنزل. في واحد ثاني اسود وصيته. صحون لسه ما ادري، كنا اكلنا من صحون الجداد. صحون عم بقول ما ادري. في هذا اللون كمان حلو كثير. لبسي هون ما عندي فكرة. شنطة كالفين كلاين. شكلها كتير حلو وعملي. عملية يعني هيك واحد يلبسها للإفري داي بيرفكت. إذا واحد رايح مثلا مول أو أي شي. So nice. توميتو توميتو. يا الله بدي الصحون يكونوا جايين. So nice. وعلى فكرة بتعرفوا الأصلي، الفرق بين الأصلي والمو أصلي بموقع ترنديول من السعر. اوكي السعر على الأصلي بيكون عادة عالي أكيد، واللي مو أصلي بيكون السعر واطي. ف very nice مفيد هاي. هلا خليني أشيل. خلصنا الأنبوكسينج. كم الساعة؟ 5:30. بقى ساعة واحدة ولازم الدومة تجهز. مالي واثقة بس إن شاء الله تجهز من هون لساعة. خلينا نشوف السايز. طبعا السايز لا أو لا اتس اوكي صراحة، يعني هيك ما بعرف انتوا شو رأيكم؟ يعني هو المفروض للأخير. ما بعرف. I think إنه طاولتنا شوي كبيرة عليه، ف that's why. بس إنه it looks okay يعني عادي، ما إنه شكله أوفر أو شيء. خلص راح أحط هاد، ما بعرف حسيته أحلى من الأسود. أنا جبت اثنين مشان أشوف أي واحد أحلى. ديكوريشن تبعنا. فوانيس من هون. شو رأيكم؟ It's nice. اوكي شوفوا حطيتها هون عند باب الحمام، هيك صار شكلها صراحة حلوة يعني، وسايزها ممتاز. اوكي شوفوا حطيت
شوفوا شو جبت نعناع، اوراق نعناع، وكمان جبت ليمون. بس بدي اشيل هذا الجزء. اوكي، واعمل هيك شرائح. بسم الله، شرائح ليمون. يس مامي. ها اوريو. اوكي ويت. اوكي، هي شرائح ليمون حتى نحطهم هون. راح احط مي ونعناع، والثاني ححط فيه بس نعناع اللي راح نحط فيه شراب التوت. اوكي، اغسل هذول الشرائح. بعدين نرجع نشرحها نعملها سلايسز تكون ثين، ما تكون يعني عراض. وشوية نعناع، سكر. بعدين ثاني احط فيه بس نعناع. كان بدي احط هذا شو اسمه باشن فروت، كثير بيعطي طعم لاي عصير بالعالم بتحطوه بيطلع طيب. بس ما لقيت صراحة. جيت استلقي شوي، ما بعرف، حسيت حالي تعبت. ضلع الافطار 20 دقيقة، فما بعرف، حبيت هيك ارتاح شوي. اصلا عادي يعني، ما بدي شيء كتير سريع، وبس اسوي العصير. لازم انزل اصلا، يعني انا صار لي شي 10 دقايق هون. بستنى الدولمة. I think الدولمة رح تتأخر شوي. I think تتأخر لها شوي، يعني مو كتير، ممكن ربع ساعة اكسترا. فممكن اليوم نتأخر على الافطار ربع ساعة، ما في مشكلة. بتعرفوا ان احنا رمضان الفات كنا نتأخر على الافطار ساعة ونص، مرة تأخرنا ساعتين كمان، تخيلوا. هالشي ما بصير طبعا، لازم لما يأذن واحد ياكل. بس احنا كنا هيك نبلش متأخر ونفطر متأخر، فمشان هيك ما بدي أعيد نفس الشيء. هلا عندي خوف إنه أعيد نفس السنة اللي فاتت. وصلوا مسحون. هلا تخيلوا وصلوا. هلا عم أقول إنه وين صحوني؟ Where are my صحون؟ أخيرا وصلوا. إن شاء الله ما يكونوا مكسورين، يا رب يا رب يا رب يا رب. إذا أنا محظوظة ما حيكونوا مكسورين. اوكي، اول اثنين مو مكسورين. That's good. ثاني هذا الصحن، شايفين كتير حلوين صراحة. اللي بعده الصحن نفسه. اللي بعده هدول متوسط حجمهم. إذا في أكبر، بس هدول شكلهم صراحة كتير حلو، حلوين. إذا هيك إجوا ضيوف أو يعني ما بعرف، هيك بحس حلو للضيوف واحد يقدم هيك الصحون تكون فيها أشكال. السفرة تكون هيك مزينة شوي. كيوت. وفي هذول كمان. في طبعا ست تاني بسيطة. I think بس أبيض وأسود، يعني ما في ألوان. هذا شوي هيك جايز. ضال 10 دقايق على الإفطار، وهذا هو الشكل الدولمة لحد الآن. أوكي، طبعا فيها مي
بس رح استناها لبين ما تستوي 100% يعني، وافرغ المي من عليها. اوكي، لانه ما المفروض يكون فيها مي يعني. رح نقلب الدولمة. ما في يعني، انا قلت لك جيب مشان هيك. يا رب يا رب بيبي، بي كيرفول بليز، ما تضيع تعبي. حطها هون 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 هون. لحظة لحظة. ويت بس تفشي هون تفشيها. اقلبها، اقلب شوي شوي. يلا وقع شوي بس يعني اتس اوكي. المشكلة زحتت معي. يامي. لا 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 لا. واو واو واو. اوكي، حطيت بصحني، حطيت بطاطا، سلق، باذنجان. ايوه دوق البطاطا. بدك هاي؟ ترى يلا اوبن 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 اوبن. اوبن. يلا يا عمري، يلا يا بابا، يلا. يامي. كثير طيبة على فكرة. أنا شاطرة كثير ولا بالطبخ. هيك؟ طيبة اليوم استكشفت. هيك حبيبي. بقول أنا كثير شاطرة بالطبخ. يلا يا عمري. واو واو واو. شوفي هون شوفي. بدك يامي؟ ها؟ تبلع بالعصير هلا. ما بدها. صحة. باذنجان. واو. ندوق السلق. طلع على الصحن. حبتها هي ولا هيك عم تاكل اللاصق؟ ما أعرف. هذا بتاكل. فيك تغسليه على تلميذ. بيرفكت.